بنتي جت مخضوضه جدا وقالت لي ماما انا صحيت لقيت دم في البنطلون. انا خايفه قوي. مستغربه ليه؟ ما هو ده اللي بيحصل مع اغلب الامهات. الام بتتكسف تكلم مع بنتها في حاجه زي دي لحد ما البنت يجي لها البريود وتتخض وتخاف لحد ما ده ياثر عليها كمان. طب والنبي مكسوفه من ايه؟ الموضوع لا هو عيب ولا حرام ومش حاجه نتكسف منها، دي حاجه طبيعيه وبتحصل لكل البنات. طب ازاي انت كأم تتكلمي مع بنتك علشان توعيها وتجهزيها للحاله دي؟ ابتدي الحوار من بدري، ما تستنيش لحد ما بنتك تسالك. ولما تبتدي تحسي ان هي بدات تكبر وتوصل لمرحله المراهقه ما تستخدميش مصطلحات معقده مع بنتك، اتكلمي معاها بلغه بسيطه تناسب سنها عشان تفهم بسهوله. قولي لها يا حبيبتي البريود ده جزء طبيعي من حياه كل بنت وبتحصل كل شهر، ممكن تحسي وقتها بوجع في بطنك وساعات في ظهرك بس ده طبيعي وانا معاكي ما تقلقيش. وكمان عرفيها ازاي تتعامل مع البريود وازاي تتعامل مع الالم اللي هتحسي بيه وازاي تتعامل مع النظافه الشخصيه فيها. ما تتكسفيش وما تبقيش محرجه، وكل ما تكوني صريحه مع بنتك كل ما هتكون مرتاحه انها تتكلم معاكي علشان ما الاقيش